شوف فيها شوف فيها. المسجد محمد السادس بتطوان من الخلف. ثم فيه أداء صلاة الجمعة. بدون إيمان يعتبر عملا ضائعا هباء منثورا. روي أن مجلسا ضم جماعة من اليهود والنصارى والمسلمين، فزعم كل طائفة منهم أنهم أولى الناس بدخول الجنة. اليهود قالوا إحنا اللي غندخلوا الجنة، والنصارى قالوا إحنا اللي غندخلوا، والمسلمين قالوا إحنا اللي غندخلوا. فنزل قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وروى الإمام مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية أخرى لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني الإيمان والعمل. آمنت بالله ثم استقم. استقم مدة حياتك في حضرك وفي سفرك، في سرك وعلانيتك، في رمضان وفي غير رمضان. أيها المسلمون، إن من الخسران أن يرتد المرء بعد الإقبال المدبرة وبعد المصارعة إلى الخيرات مهاجرة وبعد عمران المساجد للتلاوات والطاعات معرضة. احذر أيها الحبيب من العودة إلى المعاصي وإلى الانتكاسة بعد الهداية وإلى الاعوجاج بعد الاستقامة. يقول ربنا: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إن شهر رمضان هدية ونعمة من الله تعالى تستحق الشكر، لا سيما لمن اجتهد في رمضان ووفق فيه لصالح الأعمال وبذل جهده ووسعه ليكون من الفائزين المفلحين. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ألا وإن الشكر لله على إتمام العبادات. لما نشكر الله الشكر الحقيقي على هذه النعمة العظيمة ما كيكونش غير بالفم والكلام، لا يكون باللسان فقط وإنما يكون بالقلب أيضا، ويكون بالأقوال والأعمال وعدم الإدبار بعد الإقبال. ولذلك فخير ختام للعمل الصالح في رمضان أن نكثر من الاستغفار بعد رمضان. فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وزكاة الفطر
قال فإن صدقة الفطر زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. فأكثروا من شكر الله تعالى معاشر المسلمين أن وفقكم لصيام هذا الشهر وقيامه، وتجعلوا من هذا الشهر الفضيل مدرسة للتغيير، تغيير إلى الأفضل على الدوام، وتتخذوا من رمضان نقطة بداية لما بعد رمضان، وتتخذوا من رمضان محطة انطلاق إلى الأفضل وإلى الأحسن وإلى الأقوى بعد رمضان. فمن علامات قبول الأعمال الصالحة في رمضان أن تستمر عليها بعده. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يتبع تلك الطاعة بمعصية. ثم قال: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. رمضان موسم المتقين ومرجع الصالحين، والتاجر تجده يضاعف نشاطه في موسم الربح، ولكنه لا يغلق الدكان بعد الموسم، وإنما يواصل النشاط التجاري طوال العام. فواصلوا جزاكم الله خيرا، وداوموا على العمل الصالح فإن الله يحبه وإن كان قليلا. وفي الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني المداومة والمواظبة على الأعمال الصالحة يحبها الله تعالى وإن كانت قليلة ولكنها دومة، فهي دليل على الإيمان، وهي التي تنجي صاحبها من المهالك في الآخرة، بل وتنجي أيضا من المهالك في الدنيا. نعم، الأعمال الصالحة تنجي صاحبها من المهالك حتى في الدنيا، في أوقات الشدة وعند نزول الأزمات والشدائد، كيستعن المؤمن بعمله الصالح وكيتوسل به إلى الله تعالى، فتكشف الكربات وتحل الأزمات. وحديث الصحبة الصحيح واضح في هذا المعنى، وفيه يخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 3 نفرين ممن كان قبلنا آواهم المبيت إلى دار، فانحدرت صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم الغار، فأصبح ال3 في سجن لا خروج له منه، أو قل أصبحوا في قبر جمال يعني مفتوحة. لكن هذه ال3 كانت قلوبهم مع الله عز وجل، كانوا مؤمنين بربهم، كانوا كلهم ثقة في قدرة الله العلي الذي يفرج الكربات ويكشف الأزمات. أتظن ماذا فعل هؤلاء ال3 أمام هذه المصيبة؟ قالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. يعني شيء عمل صالح تنسب به إلى الله. فقام الأول فتوسل ببر الوالدين، كان برا بوالديه. إذا به يتوسل هذا العمل الصالح قائلا كما جاء في هذا الحديث الصحيح، يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك اللهم فرج عنا ما نحن فيه. يقول سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح: فانفرجت الصخرة
يعني تحركت شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج من الله. قام الرجل الثاني فتوسل باستشعاره رقابة الله وخوفه من عقاب الله عز وجل في ارتكاب الفواحش والمحرمات، وإذا به يقول يتوسل هذا العمل الصالح، يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بإذن ربها شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج من الغار. وقام الثالث فتوسل بعمله الصالح، توسل بإحسانه إلى العمال وإعطائهم حقه كاملا غير منقوص، قائلا في تقربه إلى الله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة للمرة الثالثة انفراجا كان سببا في نجاتهم جميعا من الهلاك والموت المحقق، وسبب نجاتهم معاشر المسلمين كما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي أوردناه بمعناه، كان سبب نجاتهم أعمالهم الصالحة، ماشي غير الأعمال الصالحة وحدها، الخالصة لله عز وجل، فهي تنجي صاحبها من المهالك في الدنيا كما جاء على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة يقول ربنا للمؤمنين العاملين بعد أن يرحمهم برحمته، يقول لهم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. في آية أخرى يقول ربنا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. اللهم وفقنا للمداومة على صالح الأعمال واهدنا بفضلك